أهلا بكم مجددا في قراءة لأهم عناوين الصحف المغربية ليوم الخميس 14 غشت 2014. في العناوين ورد على الصفحة الأولى لجريدة الأخبار: تحاليل مخبرية تكشف معادن خطيرة بالدقيق المدعم. المساء كتبت: خطير، المغاربة مهددون بالعطش خلال السنوات القادمة. فيما جاء على يومية النهار المغربية: بن كيران يهيئ ميزانية 2015 بطريقة تقليدية. جريدة العلم كتبت: مراقب محلف يفجر مسكوت عنه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما جريدة الاتحاد الاشتراكي فقد جاء على صدر صفحتها الأولى: المغرب يرد بقوة على الادعاءات الجزائرية ويؤكد أنه يعالج دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم ودون أي مزايدة. في التفاصيل كتبت يومية الأخبار: تحاليل مخبرية تكشف معادن خطيرة بالدقيق المدعم. الفريق الاشتراكي يراسل الوزير الوفا لفتح تحقيق في تلاعبات المطاحن وتهديدها لصحة المواطنين. مواد قاتلة داخل بيوت المغاربة. عنوان آخر نقرأه من جريدة الأخبار ضمن ملف خصصت له الجريدة صفحة كاملة تقول: 96 وفاة بالتسمم، منها 65 بلدغات العقارب و254 تسمما بالأعشاب. ومن جريدة المساء نقرأ: خطير، المغاربة مهددون بالعطش خلال السنوات القادمة. الخبر يسلط الضوء على دراسة أنجزها معهد أوروبي كشفت أن المغرب مهدد بفقدان أكثر من نصف مخزونه من المياه، وأن المغاربة مهددون بالعطش خلال العقود والسنوات القادمة. النهار المغربية أوردت على صدر صفحتها الأولى: بن كيران يهيئ ميزانية 2015 بطريقة تقليدية. التقشف والتماطل في أداء مستحقات المقاولات المتعاقدة مع المؤسسات العمومية وتضييق فرص الشغل. مصادر وصفتها الجريدة بالمطلعة أكدت أن رئيس الحكومة قرر اعتماد ميزانية يطبعه التقشف خلال السنة المقبلة. ذات الجريدة كتبت في مقال آخر: ولد سلمى يعري عن وضع الاعتقال القسري بتندوف. أدان صمت المنظمات الحقوقية الدولية عن تنامي اختطاف واحتجاز الشباب والنساء. ونقرأ من يومية العلم: مراقب محلف يفجر المسكوت عنه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فساد واختلاس وتستر عن إصابة متقاعدين بالفيروس الكبدي القاتل. مصدر الجريدة: شريط فيديو على اليوتيوب للاعب الدولي المغربي السابق والمحلف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبد الحق بالعربية، فجر فيه معطيات عن قضايا اختلاس وفساد ومحاولة تبديل المال العام أبلغ عنها. وفي خبر آخر جاء في يومية العلم: الشركات البحرية الأجنبية تفرض أثمان إذعانية على المسافرين عبر ضفتي البوغاز. هذه الشركات تستغل فرصة فترة وموسم العبور والمغادرة لتفرض زيادتين متتاليتين خلال شهري يوليوز وغشت. الاتحاد الاشتراكي كتبت: المغرب يرد بقوة على الادعاءات الجزائرية ويؤكد أنه يعالج دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم ودون أي مزايدة. الخبر سلط الضوء على تأكيد الحكومة المغربية خلال لقاء صحفي يوم الأربعاء بأن المغرب يعالج دوما قضية زراعة القنب الهندي بكل شفافية وحزم ودون أي مزايدة. التأكيد جاء بعد سلسلة تصريحات لمسؤولين جزائريين في هذا الباب. على نفس الجريدة دائما نقرأ: القاضي الذي تم عزله الاتحاد الاشتراكي. الرميد ينتقم من قضاة النادي ويفرغ الدستور من محتواه، والمجلس الوطني يجتمع آخر غشت. تصريحات أدلى بها الأستاذ محمد عنبر للجريدة اعتبر فيها أن هناك حملة شنت منذ مجيء الرميد على رأس وزارة العدل والحريات. وفي الخبر الرياضي نقرأ من يومية الأخبار: هجهوج يتقاضى 4000 درهم فقط شهريا من الوداد. الفريق الأحمر يسعى إلى خطف بن حليب من الرجاء، وقضية فابريز تتجه نحو الحل. الخبر الرياضي ختام قراءتنا لصحف اليوم الخميس، وإلى اللقاء في قراءة قادمة.